بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ حسن ساعو، الكاتب الإقليمي لحزب التقدم الاشتراكية بمدينة فاس، مرحبا بك في جريدة المغرب العربي شكرا. الاتحاد. ماذا يمكن لكم أن تقولوا لنا حول الاجتماع الأخير حول إعادة الهيكلة والفروع؟ تفضل. كيف ما فهمكم أن اللجنة المركزية لحزب التقدم الاشتراكية في الدورات الأخيرة أكدت على ضرورة إعادة هيكلة الفروع، الجموع العامة للفروع، وكذلك القطاعات السوسيو مهنية. وحنا في الفرع الإقليمي لفاس انسجاما مع توجهات اللجنة المركزية في الشهور الأخيرة كنعملوا على إعادة هيكلة مجموعة من الفروع بغية زرع الروح من جديد وزرع دماء جديدة بعد الانتخابات الجمعية الأخيرة. كان المفروض أننا ندير وقفة تأملية، وبالتالي من المفروض تطعيم الحزب بطاقات جديدة اللي اشتغلت معنا في الانتخابات وعبرت على رغبة ديالها في ممارسة العمل السياسي. في هذا السياق عدد كبير من الفروع المحلية اللي أكدت على استعدادها من أجل تطوير العمل الحزبي في المنطقة. وفي هذا السياق كان لقاء مع رفاقنا مناضلي حزب التقدم الاشتراكية بمقاطعة سايس اللي عقدوا الجمع العام ديالهم وعملوا على تقييم التجربة، وبالتالي انتخاب مكتب جديد من أجل أن حزبنا خص تكون عنده مكانة متميزة في هذه المنطقة ديال سايس. كذلك بالنسبة للفرع المحلي لفاس المدينة اللي الجمع العام ديال الفرع عرف نجاح متميز بحضور نساء وشباب ومناضلين في المنطقة. نعم. كذلك هذا الفرع عرف نجاح متميز، وبدون شك أن هذا الجمع العام غادي يعطي لحزبنا في منطقة فاس مدينة واحد الحضور كبير وحضور متميز. كذلك الشأن بالنسبة للقطاع الصناعة التقليدية اللي عرف اجتماع هام حضروه عدد كبير من الصناع التقليديين تحت إشراف رفيقة عضو المكتب السياسي، رفيقة ناعمة بوشارب، المكلفة بالقطاعات في الحزب. وهذا القطاع ديال الصناعة التقليدية كذلك عرف نجاح كبير، خاصة وأن رفاقنا مناضلين حزب التقدم الاشتراكية قطاع الصناعة التقليدية في الانتخابات الأخيرة الوراف بدون مجهود كبير اللي توج بفوز 5 ديال المناضلين ديال الحزب ديالنا في المنطقة، وكذلك توج بأن حزب التقدم الاشتراكية أصبح كيشارك وكيساهم في تسيير الغرفة ب3 ديال النواب الرئيس. وهذا عمل كبير غادي يمكن حزبنا من أجل تفعيل برامجه على مستوى جهة فاس مكناس، برامجه المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية. نفس الشيء بالنسبة لجانب المساواة وجانب المرأة. فالأسبوع الماضي عرف الفرع عرف تأسيس فرع فاس لمنتدى المناصفة للمساواة اللي عرف حضور متميز من النساء ومن الرفاق المهتمين بموضوع المناصفة للمساواة. وحنا بصدد التنسيق مع الفروع المحلية من أجل إعادة هيكلة الفروع ما تبقى من الفروع المحلية على مستوى مجالس مقاطعة فاس، وكذلك مشوار فاس جديد وجمع ولاد الطيب وعين بيضاء وسيدي حازم. هذا الشيء كله كيدخل في إطار الدينامية اللي كيعرفها حزب التقدم الاشتراكية على مستوى مدينة فاس، وكذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة اللي مفروض علينا اليوم أننا نحسموا بشكل نهائي في مرشحي الحزب في الدائرتين الانتخابيتين
في الدائرة الشمالية وفي الدائرة والجنوبية كذلك. من أجل نعم. تحقيق الفوز لحزب التقدم الاشتراكية، لأنه نعم. آن الأوان نعم. أن حزب التقدم الاشتراكية آن الأوان أنه يفرض الموقع السياسي ديالو. نعم. باعتبار أن حزب كيمكن نعتبروه قوة جذابة. نعم. عدد كبير من المناضلين نعم. والمواطنين المغاربة كيتصلوا نعم. بنا وكيطلبوا منا باش يلتحقوا بالحزب. إذا خصنا نهيئوا نعم. يعني الأرضية ونهيئوا الفضاء من أجل استيعاب هذه الطاقات. نعم. سي الحسن ساعو، ما انكم ذكرتوا الفوز والاستعداد للاستحقاقات المقبله، كيف ترون حظوظ حزب اتحاد او حزب التقدم الاشتراكيه في الاستحقاقات المقبله، وخاصه نحن نعرفوا ان مدينه فاس وما لها من تاريخ وتراكمات واحزاب في المغرب يسموا على ان فاس هي يعني دائره الموت. كيف ترون حظوظ التقدم الاشتراكيه فيما يتعلق بالاستحقاقات المقبله؟ حزب التقدم الاشتراكية أولا تجارب كبيرة مرت في فاس. حققنا فوز كبير في هذه المنطقة، في المنطقة الجنوبية، بفوز رفيقنا في المنطقة الجنوبية. وكذلك السي بقالي على ما اظن كاين السي حسن الشابي حسن الشابي في مرحلة من المراحل. نعم. وكذلك في المنطقة الشمالية تم تحقيق الفوز كذلك بالنسبة لأحد مناضلي الحزب اللي هو إذا بالنسبة لنا حنا حزب التقدم الاشتراكية كيتعتبر قوة أساسية في مدينة فاس. نعم. وحنا اليوم بناء على الانتخابات الجماعية كنشكلوا القوة الثالثة في فاس. نعم. في الوقت اللي عندنا أحزاب عريقة فاس ما قدراتش أنها تحقق الفوز في عدد كبير من المقاطعات، والدوائر الاشتراكية نعم. كيمكن تعتبر القوة الثالثة، وهذا موقع لا يمكن الاستهانة به. نعم. إذا احنا في العادة حزب مناضل، نعم. حزب عنده برامج، حزب مرتبط بقضايا المواطنين وقضايا الساكنة، وكنأمل أن في الانتخابات المقبلة يكون عندنا موقع باش نقدروا ندافعوا على هذه القضايا اللي كنأمنوا بها على مستوى مجلس النواب. فإن كان عندنا تواجد في مجلس المدينة في إطار نائب العمدة فاس، ولكن وجودنا في تمثيلية لحزب التقدم الاشتراكي مجلس النواب غتعطي إمكانية كبيرة نعم. من أجل الدفاع على القضايا ديال الساكنة بمدينة فاس. نعم. شكرا استاذ، نعم. تحياتي. شكرا، بارك الله.